فاضل 5 نقط، واخد بالك؟ 5 نقط وان شاء الله الدوري بتاعه هو خلاص، يعني الدوري محسوم وكل حاجه، والاهلي بيكسب الاسماعيلي 1-0 وفي شويه نوش كده، وامبارح يعني الزمالك بيكسب 6-1 6-1، يعني الزمالك بقاله كتير ما فاز بنتيجه كبيره بالمنظر ده، وبرده يتحفل عليه. وجاي في ايه وسافرت في ايه وما ريحتش عندنا ليه يا عم برونو سافيو؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه قصه برونو سافيو؟ هل برونو سافيو فعلا في قصه اهدار مال عام ولا لا؟ لان انا شايف في جزء كبير قوي من الموضوع دوت. يعني اكتب لي تحت في الكومنتات من وجهه نظرك، وانا هقول لك تفاصيل العقد بتاع سافيو، وهقول لك كمان ايه اللي حصل في المباراه وشويه تحليلات كده حلوه، تعالى ندردش فيها. انا احمد ياسر، ده برنامج جول مشترك. اشترك على القناه، ادينا اللايك الحلو على الفيديو ده واعمل له شير، ويا ريت يا ريت اللينكات بتاع السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. بقى عندنا جروب خاص بالبرنامج، والجروب ده موجود تقدر تروح تشترك عليه في اللينكات اللي موجوده تحت، بينزل فيه كل الحاجات بتاعتنا زي البيج، بس بنقدر نعمل لك تاج عشان توصل لك كل جديد، فيا ريت تشترك عليها وشير كده. هتكلم بسرعه عن برونو سافيو عشان انا عارف ان الموضوع ده محير ناس كتير، وفي ناس كتير عماله تتشقلب فيه، وانا بصراحه عايز اقول وجهه نظر معينه كده، وبعد كده هتكلم عن الماتش. برونو سافيو لما جه الاهلي يا سيدي كان المفروض يدفع فيه 1.5 مليون دولار، اتدفعوا 800,000 دولار في البدايه، وكان فاضل 700,000 دولار يدفعوا في قسط، المفروض كان بيتهيألي كمان شهر او اتنين. وقيمه عقد اللاعب في السنه الواحده 800,000 دولار، وثلاث سنين يعني كنا هندفع للعيب ده 2,400,000 دولار. تمام. طيب اللي حصل ايه بالظبط في الفتره الاخيره؟ وده طبقا اللي قالته وسائل الاعلام والنادي الاهلي والمصادر وكل الحاجات الحلوه دي، ان الراجل ده المفروض احنا دفعنا فيه 800,000 دولار، فدول تخليهم على جنب. حلو. ال 700,000 دولار اللي هندفعهم كمان شويه، لا دول اتلغوا، مش هندفعهم. واللعيب هيروح للنادي بتاعه او لنادي بوليفار البوليفي دوت، هناخد منه 300,000 دولار. فانت كده تقريبا كانك دفعت في شراء 500,000 دولار بس، غير ان انت السنه دي اديت له عقده كامل وفوقيه كده شويه حاجات حلوه كده، يعني في الاخر طلعوا 800,000 دولار. فانت بتتكلم ان انت صرفت في برونو سافيو 1,300,000 دولار. دي تكلفه الصفقه بالظبط. طيب انت استفدت ايه من القصه دي كلها؟ انا من وجهه نظري ان احنا استفدنا الجون بتاع السوبر، سوبر مع الاهلي والزمالك، الجون اللي هو جابه، وهي دي الحاجه الوحيده اللي احنا استفدناها من برونو سافيو من وجهه نظري. طيب هو كان اصلا متجمد ليه طول الموسم؟ علشان عمل غلطتين مع النادي الاهلي، غلطه مع المدرب وغلطه مع الاداره. الغلطه الاولانيه اللي كانت مع المدرب، ان اللعيب كان في الفتره اللي هي بتاعت كان فيها ازمه دولار، وكان النادي الاهلي لسه مش عارف يوفر دولارات، كان في شويه تعطيل في بعض اللعيبه الاجانب، وما اتدفعلوش مبلغ 20,000 دولار كانوا من حقه في الوقت ده. فاللعيب لما كان كولر بيساله يقول يلا تعالى اجهز عشان تنزل المباراه، يقول له لا يا كابتن انا مصاب فمش هقدر العب الماتش ده. المهم بعديها بيومين ثلاثه لما دفع له الفلوس دي، راح للكولر وقال له انا جاهز ان انا العب المباريات اللي جايه. فكولر فهم اللعبه ان انت بمعنى صح كنت ايه بتتلوي علينا يعني عشان الفلوس، فقال لك ده لعيب ما ينفعش ان هو يكون من نوعيه اللعيبه اللي موجوده عندي، وركنوه على جنب. المهم بعد اسبوعين ثلاثه ومحاوله توسطات كتيره من ناس كتيره، يا جماعه طب برونو سافيو، طب نظبط، طب حقك علينا يا ابو الحاج، طب ما تزعلش، راح برونو سافيو عامل حركه انيل من اللي قبليه، ان احنا كنا بنتفاوض مع مهاجم اللي هو على ما اعتقد برازيلي اسمه سوزا، ولما كنا بنتفاوض مع سوزا كلم برونو سافيو بما انه هو برازيلي زيه يفهم منه الوضع ايه، قال له من الاخر احنا ما بناخدش فلوس. فراح من الاخر كده سوزا عشان يهرب من الحوار، راح مخلي وكيله يطلب رقم كبير، وايه قال لك السلام عليكم. ساعتها الاداره ما قدرتش تقف مع اللاعب لان هي كمان اتقرصت منه، فقالت لكولر انت عندك حق. ومن الاخر هم كانوا بيخلصوا الديل مع بوليفار ده بقالهم فتره طويله، لان برونو سافيو كان خلاص كده ولا كده مش هيكمل في النادي الاهلي. بس انا عايز ارجع لنقطه المليون و300 الف دولار اللي هم اتدفعوا قيمه المبلغ اللي راح اللي جبنا بيه اللعيب، والفلوس اللي اديناها له في الموسم عشان يمشي، لان ده من وجهه نظري كان فيه خطا مهم جدا. والخطا هنا كان من وجهه نظري من اداره التخطيط. ليه؟ لان لجنه التخطيط اللي موجوده في النادي الاهلي المفروض ان هي لما هتيجي تتعاقد هتتعاقد مع مدرب الاول وبعد كده تجيب لعيب. لا، برونو سافيو جه قبل المدرب، والمدرب لما جه اصلا من البدايه كان مقلق منه وما كانش مقتنع بيه. فبالتالي من وجهه نظري الفلوس دي لا الاداره اخطات فيها، بس هي عملت مجهود عشان تحاول تقلل الغلط، بدل ما التكلفه كلها كانت تبقى 2 مليون 3 مليون ولا حاجه، لا بقت 1,300,000 دولار. فاحنا قللنا الضرر، بس الضرر اصلا وقع علينا بسبب الاختيار الخاطئ في التوقيت الخاطئ من اداره النادي الاهلي من وجهه نظري. فده بالبلدي موضوع برونو سافيو. تعال نروح للماتش بسرعه ونتكلم عن الاسماعيلي. قبل ما اتكلم في المباراه، انا حزين على الوضع اللي فيه الاسماعيلي، وحزين على ان الاسماعيلي احتمال كبير يهبط السنه دي، وحزين على ان الاداء الهجومي او المنظر اللي انا شفته للاسماعيلي من ضعف من امكانيات اللعيبه اللي موجوده اللي بتضعف يوم بعد يوم، وفي نفس الوقت من الشكل الخططي اللي ما تعودناش نشوفه من الاسماعيلي. انا كمشجع اهلاوي بقول لك الكلام ده، انا حزين على النادي الاسماعيلي. ليه؟ لان بدايه المباراه كولر بدا بتشكيل هجومي، وبعدين غير فيه شويه تغييرات في الهجوم كده، الثلاثه بتوع الهجوم غير منهم اثنين، وخط الوسط ايه برضه غير كده في شويه الافكار. يعني كان بيلعب بالشناوي، على اليمين خالد عبد الفتاح، في النص في رامي ربيعه وعبد المنعم، وعلى الشمال معلول، وبعد كده مروان حمدي، الاثنين اللي قدامه ديانج وقفشه، وعلى الشمال احمد عبد القادر، محمد شريف، وتاو على الجبهه اليمنى. فاحنا كنا بنلعب وهنضغط. المهم ان الاسماعيلي انكمش بشكل كبير جدا، بشكل كبير قوي،
وفضل طول الشوط الاولاني بيدافع، والاهلي طول الشوط الاولاني بيهاجم. ومن وجهه نظري ان الاهلي كان بيخلق فرص كتير، بس كان عندنا مشكله في التفنيش. ومن وجهه نظري تاني ان احسن لعيبه كانت في الشوط الاول كان عبد القادر، وكان معاه تاو، ويجي كمان مع عبد القادر مروان عطيه. وما زال من وجهه نظري ان مروان عطيه هو اصلا نجم المباراه، رغم ان اللي سجل الهدف بيرسي تاو. فشوط اول الاسماعيلي بيدافع بشكل رتيب جدا، وشكله ما كانش عاجبني جدا، وبيلعب على فكره الهجمه المرتده، ان الاهلي لما يضغط عليه بشكل كبير قوي هيطير عبد الرحمن مجدي في الجبهه اللي ورا علي معلول الفاضيه دايما، لان علي معلول بيطلع جنب احمد عبد القادر قدام، احط على عبد الرحمن مجدي. ولما تجي لك يا ابني الكوره هناك قدام خالص، ابقى خدها بقى بصيها لاي حد جاي لك، وانت بقى والكواليتي اللي جايه لك، كل اللي بيجي لك اصلا من الاخر ما بيشوفش قدام الجول. الشوط الثاني بص يعني ما ينفعش في ماتش في مصر يتلعب من غير ما يعدي فيه حاله تحكيميه سخيفه، لازم نرجع فيها للفار والحمار والطويل والقصير والعبيط لازم نعمل كل الحاجات دي عشان نتاكد منها. انا اولا الكره الاولانيه اللي جت جول من النادي الاهلي هي كره عاديه جدا، كورنر رايحه من معلول رجعت لقفشه، قفشه راح لعبها رايحه لاحمد عبد القادر، احمد عبد القادر لعبها بدماغه وراح منزلها لعبد الفتاح، عبد الفتاح حطها لتاو. طيب حلو، الجول حلو والدنيا تمام وحلو عدى. انا مشكلتي مش في الكره دي، انا مشكلتي في الكره اصلا، او في كورتين كنت بصراحه مستغرب منهم قوي. الكره الاولانيه اللي هي الجون اللي ما اتحسبش بتاع نادي الاسماعيلي، اولا هي الكره اساسا مش واضحه، ده رقم واحد، وده معناه لو الكوره انت ما عندكش كاميرا جايباها ده معناه ان انت عندك مشكله في التصوير، ده رقم واحد. رقم اتنين، اصلا الكره اللي اتلعبت دي اللي هي كانت فاول اساسا في البدايه، اساسا هي مش فاول على ديانج، يعني حتى لما عادوها هي مش فاول اساسا على ديانج، ده رقم واحد. بس اتحسبت فاول وبعد كده جت في ايد اللعيب وعدت الناحيه الثانيه. انا ما شفتش الكوره جت في ايد اللعيب، وشايف الكوره جت في رجله ودخلت جول. حد يقدر يقول لنا الكوره جت في ايد اللعيب ولا لا؟ بوجهه نظري ان المشاهد العادي ما يعرفش. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت عندك مشكله في التصوير. هي كوره مش جون، انا من وجهه نظري مش جون، حق الله يعني، ما هي اصلا مش فاول، تمام ماشي. بس هل هي بقى جت في ايده ولا ما جاتش؟ انا مش عارف. لدرجه ان انا في وسط الماتش رحت فاتح اللايف اللي موجود على اليوتيوب بتاع كوره بلس عشان اشوف الكوره وارجعها واعمل بوز وابص والماتش شغال. ليه؟ لان انا ما بقتش شايف. طب اجيبها، كان في زاويه من قدام مش جايبه الزاويه من القدام، وكنت بسال نفسي هو ليه حكم الفار ما عادهاش للحكم، بس لا الزاويه اللي من قدام مش جايبه، فهو مش باين قوي ان هي خبطت في ايده. هي ما خبطتش في ايده اللي كانت طالعه كده، لا هي خبطت في ايده اللي كانت جنب رجله. فبرضه ما اعرفش، وهل هي خبطت في رجله الاول وبعد كده خبطت في ايده؟ عشان لو خبطت في رجله وخبطت في ايده يبقى مش فاول. بس شفت بقى كل اللغط ده ليه؟ علشان احنا ما عندناش كاميرا موضحه الموضوع ماشي ازاي، ودي مشكله ما بين الناس اللي بتصور والناس اللي بتذيع، ومشكله ما بين حكم الفار. ده وجهه نظري. وبعد ما كسبنا والماتش خلص، انا من وجهه نظري اهم حاجه انا خرجت بيها من الماتش ده وانا شايفها ان انا حزين قوي على النادي الاسماعيلي. والناحيه الثانيه انا شايف من وجهه نظري ان اللعيب زي محمد الضوي كريستو ده ما ينفعش يقعد على الدكه، ما ينفعش يقعد على الدكه. ادوا له فرصه، ادوا له مساحه ان هو ياخد عدد دقائق اكتر. نفسي الدوري النهارده يتحسم في اسرع وقت علشان نقدر ندي فرص للعيبه دي بشكل اكبر، وتبقى هي دي الاساسيه اللي بتبتدي المباراه. ونفسي اللعيبه بتاعتنا تريح، ونفسي اصلا ان يعني فاهم بعد ما ان شاء الله باذن الله نكسب الماتش الجاي ونلعب الماتش بتاع الزمالك ونكسبه، الدنيا تبقى تمام وايه، واللعيبه كلها تريح، فاهم ازاي؟ واللعيبه اللي ما لعبتش هي بس اللي تبقى موجوده علشان تقدر تكمل شويه، وبعد كده هي كمان تاخد اجازه. ليه؟ لان الموسم بتاعنا اللي جاي هيبقى مضغوط قوي، وهنبتديه من بدري قوي تقريبا من شهر 8 واحنا مخلصين في اخر 7. فبمعنى اصح كده احنا بنلحم مواسم تاني. بس ده اللي طلع من الماتش. في معلومه اخيره انا حابب اقولها عن كابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير نزل صوره وكتب تيك تاك، حلو. فالناس كلها قالت لك ايه، خلاص بقى بوبو رايح النادي الاهلي. طب يا جماعه على فكره كابتن احمد شوبير لو هو اللي منزل صوره بتاع التيك تاك دي معناها كده ان وهو اصلا نائب رئيس النادي بتاع نادي فيوتشر، ده بالنسبه لي مش منطق. وبعد كده الناس قالت دي صفقه تريزيجيه. لا يا جماعه، الاهلي ما تفاوضش علشان يجيب تريزيجيه، تريزيجيه مبلغه هيبقى كبير قوي. القصه كلها من الاخر ان بكره محمود حسن تريزيجيه هيطلع مع كابتن احمد شوبير في حوار خاص، بس هو ده الموضوع. لو عجبك الفيديو اشترك على القناه وادينا لايك حلو على الفيديو ده. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، ريت اعمل لها شير كمان، ويا ريت تشترك عليها. واشوفك الحلقه الجايه، السلام عليكم.